ولتاني مره في 2023 بنشوف شركه دايو بتطلع لنا حته جديده من موديلات بتاعتها السي بتاعها كبير، بس المره دي متفاجئين شويه ان هم مدينا موتوسيكل ادفنتشر 300 سي سي. يعني ايه؟ يعني احنا هنشوف في 2023 موتوسيكل تريلا تبع فئه الادفنتشر تبع توكيل دايو، ولكن هنا السعر هيكون مختلف شويه، لان احنا مش هنقول ان الموتوسيكل تريلا زي بنيلي في ال اكس، لا الموتوسيكل زي ما انتم شايفين كده، وبصوا على الحجم بتاعه، موتوسيكل يصلح ان انت تقطع بيه مسافات طويله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. موضوع جديد وغريب علينا ان احنا دايما بنشوف شركه دايو في الموتوسيكلات الشعبيه والاستهلاكيه اكتر، ولكن دايما بنشوفهم عمر في فئه ال 150 سي سي وال 200 سي سي. عمرنا ما شفنا دايو مطلع لنا موتوسيكل بالحجم ده او بالشكل ده. طب ايه اللي غير تفكير فكره دايو؟ النهارده السوق عايز ايه؟ عايز ان انا اديك موتوسيكل تقدر تقطع بيه مسافات طويله، وفي نفس الوقت انا عارف ان الكواليتي بتاعتي شعبيه وكويسه وان الحاجه بتعمر معاها، فليه لا لما اعمل لك موتوسيكل تريلا او هنقول عليه ادفنتشر. الموتوسيكل انجكشن، التبريد بتاعه تبريد ميه على الراتير، الفرامل بتاعته فرامل اي بي اس. الموتوسيكل ده دايما بينفع في السفر كويس جدا، عشان كده هم حاطين لك الثلاث شنط دول، توب بوكس وشنطتين من الجنب، عشان تقدر لو انت هتقطع مسافات طويله يبقى معاك مساحات تخزين كويسه جدا. بس هنا بقى هنشوف حاجه كده، يا رب تكون مفتوحه، هي مفتوحه. هنوريكم بقى التفاصيل بتاعه الشنطه من جوه. بص يا عم عمرو تعالى، مبطنين الشنط وحاطين لك هنا زي كده جرابات تحط فيها او جيوب عشان تحط فيها حاجتك، وهنا طبعا الشنطه مبطنه من جوه، حاطين لك المرايه، وحاطين لك هنا كتالوج كده عشان تركب الشنط ازاي وتفكها ازاي. انا عايز اقول لكم على معلومه برضو، ان الشنط دي الناس بتستخدمها ليه؟ هي بتبقى معموله من ستانلس او من حديد، بتبقى جامده عشان خاطر بيستخدموا دي كده كترابيزه ودي كرسيين، يعني انت تقدر تقعد على كرسي وكرسي وترابيزه لو انت بتقطع مسافه طويله انت واللي راكب وراك. من الحاجات الكويسه برضو ان احنا هنلاقي ان حجم الكرسي بتاع الموتوسيكل كبير للي قاعد قدام واللي قاعد ورا. السعه التخزينيه بتاعه لترات التانك 15 لتر، ودي حاجه يعني مش هنقول ان هي كويسه ولا وحشه، لان هو في المعتاد الناس بتحطها 18 او 19 لتر عشان الموتوسيكلات تقطع مسافات طويله. هنيجي هنا نلاقي شكل الجدون عادي جدا، وحاطين لك فيه شاحن يو اس بي، وهنا طبعا الزراير كلها بتنور من تحت، مفيش اي كنترول او كمبيوتر في الموتوسيكل. حاطين لك هنا عداد ديجيتال، انا شايف ان هو يعني هو ما فيهوش تكنولوجي قوي زي الاس تي اس، وانا كنت افضل ان هم يحطوا عداد شكله جديد. طبعا هنا عاملين لك لمبه الانجكشن ولمبه الاي بي اس، وهنا المور، وهنا الكيلومتر والار بي ام فوق، وهنا الحراره قصدي هنا البنزين، وهنا هتلاقي عندك هنا الناحيه الثانيه الحراره. تيجي الوش اللي قدام هنلاقي عندنا هنا ان هم حاطين لك 2 ال اي دي من الجنب، ورفرف كده طالع ببوز قدام، ورفرف على العجله الاماميه. الجنوب بتاعتنا هنا جنود 17 طبعا دبل ديسك يمين وشمال، ولكن هنا هنلاقي فرامل بتاعتنا اي بي اس مساعدين طبعا مقلوبه. هنا حاطين لك انجن جارد عشان خاطر لا قدر الله لو وقعت على جنبك، وكمان هنا حاطين لك كفرات عشان خاطر التراب وانت لابس الجلافز التراب ما يجيش فين في ايديك. السكرين هنا حجمها متوسط مش عاليه قوي برده، هجرب لكم وانا قاعد عليه. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا قاعد على الموتوسيكل، شفت حجمي عامل ازاي؟ يعني انا قاعد مرتاح بصراحه، مش قاعد حاسس ان انا ضعيف، بس انا حاسس ان انا راكب البنيلي التي ار كي 250، مش حاسس ان انا راكب اي حاجه اعلى، بل بالعكس الطول بتاعها والقعده بتاعتها هي. انا حاسس بس المساعد بتاعها طري شويه، تمام، يعني مش حاجه وحشه، بل بالعكس هتبقى حاجه كويسه جدا. بس انا حاسس ان مفيش اوبشنز في الموتوسيكل ده، ودي من الحاجه اللي مزعلاني، ان انا حاسس ان الموتوسيكل ما فيهوش اوبشنز، بس هو كموتوسيكل عايز يتجرب ان هو يبقى اعتمادي. بس احنا عارفين ان شركه دايو طبعا اعتماديه. وبرده من الحاجات اللي ما جاتش معايا في الموتوسيكل ده ان هو نازل 1 سلندر. طب يا جماعه ما انتوا نزلتوا الموتوسيكل ده 2 سلندر، ما تنزلوا الموتوسيكل ده 1 سلندر واعملوا اللي عليكم. ايه المشكله لما تخلوا ده 2 سلندر زي ده؟ هو كويس ان شركه دايو بتعمل موديلات جديده، وان احنا بنتكلم في اسعار وموديلات جديده. طبعا الموتوسيكل ده سعره 93000 جنيه في ظل الاسعار اللي احنا فيها. الموتوسيكل ده بقى هيبقى مين اللي مستهدف ليه ان هو يشتريه؟ هتقول لي شباب صغيره، ما اظنش ان حد هيركبه، بل بالعكس الناس الكبيره، الناس اللي بتسافر ما بين محافظات بشكل اسبوعي، هيبقى بالنسبه لهم دي حاجه كويسه جدا، لان هو هيبقى قعدته مرتاح، معاه شنط تخزين، معاه حاجته ورقه دنيته لابتوب، هيبقى كل حاجه موفره له من غير ما هو يكون معاه شنط سفر. النقطه الثانيه، لو حد بيقطع مسافات في رحلات، في ناس كتيره بتحب ان هي تطلع بالموتوسيكل بتاعها تقطع رحلات، وفي الاخر بقى هم عاملين لنا مفاتيح وريموتات ودنيا وشنط ومفاتيح للشنط اللي ورا، عاملين هيصه. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.